وايوب الكعبي 11 هدف، يصبح هداف الدوره بامتياز، وهو كذلك افضل هداف المسابقات الاوروبيه ب 16 هدف، ماركه 11 في دوري مؤتمر الكونفرنس. قلت لك معناها ملاعب يسجل من الزوايا كل، بصراحه من الزوايا كل. حتى البطوله البارح صعيب برشا، صعيب على الاخر، صعيب على الاخر كوره ميت رجع من الروتور دورجو، وكان مضروب وكان طاح وقام ومشى ورجع. لا وكيفاش معناها خلى ديفونسور معناها في ظهره بلوكي، ما خلوش معناها يونتيسيبي عليه، ومعناها وديفي بالراس، حاجه نتاع صناعي نتاع ناتاكون عنده ما يقول في روحه. بصراحه برافو لي، وهذا معودين المغاربه عندهم برشا ملاعبيه ديما بصراحه يبرزوا على مستوى الاوروبي كما قلت لك البارح، بحكم بتاتر قرب اسبانيا المغرب عندها قيمتها كبيره. تخلي معناها التقاليد الاسبانيه ديما معناها تاثر على اللاعب المغربي. اولمبياكوس الفريق اليوناني يربح 1 بلاش بعد 90 دقيقه وفيها شيء في دقيقه 116 عربي. ايوب الكعبي اللي حكينا عليه البارح هو اللي سجل هدف الانتصار لاولمبياكوس، هدف غالي برشا لان اولمبياكوس اول مره تهز تيتر اوروبيان. وايوب الكعبي 11 هدف، يصبح هداف الدوره بامتياز، وهو كذلك افضل هداف المسابقات الاوروبيه ب 16 هدف، ماركه 11 في دوري مؤتمر الكونفرنس، 3 اهداف في الاوروبا ليج في المجموعات، في تصفيات الاوروبا ليج ماركه 2 اهداف، هكا 16 هدف، وهو هداف كما قلت الدوره ب 11 هدف. نذكر في الاوروبا ليج كيف فما لاعب افريقي اوباميانغ لاعب مارسيل ماركه 10 اهداف، يعني باش تعرف قيمه اللاعب الافريقي. يعني هنا نحكيو على المغرب ونحكيو على لاعب الجابون، مش جابون كونغو ولا جابون اوباميانغ اللي سجل 10 اهداف. في الشامبيونز ليج فما مبابي وهاري كين 8 اهداف. دونك يعني باش تعرف الفارق، يعني بصراحه رقم كبير. عملت كومباريزون ما بين 3 واحد. لا رقم كبير وبورتون معناها الاخرين يلعبوا في نوادي كبيره. مبابي معناها في باريس سان جيرمان، الكعبي يلعب في يعني اولمبياكوس وما عندوش لي ميم جوار يعني نتاع الكاليتي اللي موجوده، لكن هو بصراحه ملاعب فرض وجوده، فرض روحه. كما حكينا البارح قلت لك معناها ملاعب يسجل من الزوايا كل، بصراحه من الزوايا كل. حتى البطوله البارح صعيب برشا، صعيب على الاخر كوره ميت رجع من الروتور دورجو وكان مضروب وكان طاح وقام ومشى ورجع. لا وكيفاش معناها خلى ديفونسور معناها في ظهره بلوكي، ما خلوش معناها يونتيسيبي عليه، ومعناها وديفي بالراس، حاجه نتاع صناعي نتاع ناتاكون عنده ما يقول في روحه. بصراحه برافو لي، وهذا معودين المغاربه عندهم برشا ملاعبيه ديما بصراحه يبرزوا على مستوى الاوروبي كما قلت لك البارح، بحكم بتاتر قرب اسبانيا المغرب عندها قيمتها كبيره. تخلي معناها التقاليد الاسبانيه ديما معناها تاثر على اللاعب المغربي، قراب مغادي برشا من اوروبا، دونك حتى تفكيرهم حتى لا كاليتي جو تفرق بين اللاعب التونسي واللاعب المغربي. علاش تفرق؟ شوف على مر التاريخ انت. احنا خلينا نحكيو بالمكشوف. يقول لك اللاعب التونسي خوف والتكتيك خوف، وعندنا مدرب معاه وعندنا ملاعب. ما نقرب لايطاليا، احنا هم قرب اسبانيا واحنا قرب لايطاليا. شكون مع الريون واحنا قرب. ويقول لك اللاعب المغربي يربح، اللاعب المغربي عنده الكاليتي ملاعبي برشا، يقول لك ما يحسبوش وبار هذا الكل تبقوا الاحتراف بأتم معنى الكلمه. احنا ملاعب التونسي كي يمشي لبرا معناها ما يقعدش برشا، شفنا معناها ما يرقدلكش 8 تاع الصبح، ما يرقدلكش 9 تاع الليل، عقليه صحيح، وما يقوملكش بكري. فهمت العقليه عندها قيمه برشا، والملاعب معناها كي يخلط لو نيفو معناها هما يستمروا ويكملوا، معناها ترجع لمر التاريخ. معناها شوف ملاعبيه اللي برزت معناها في اوروبا كيما النايبت بونو زياش حكيمي، هذوما ملاعبيه يعني على مستوى عالي ومكملين حاجه باهيه يقعدوا في النيفو هذاك. انا ملاعبي معناها تونسي بيغ دي كا يعمل عامين ثلاثه معناها هذا كان لعب في لو نيفو ومين با يلعب. فهمت هذاك الفرق بين اللاعب التونسي والمغربي. عبد الستار ايوب الكعبي هو اللي كان سبب يعني نجم نقول 11 هدف، خاصة في الدومي فينال. ريناه البارح في الفينال حاسم، حتى كي ما ماركيش راهو شد الديفونس نتاع فيرونتينا، ما خرجش ديفونس فيرونتينا يقدم. لاعب ممتاز جدا. وايوب الكعبي راهو رومبلاسون نتاعو واحد مغربي راهو في الفريق، هو يوسف عربي دخل في دقيقة 120 البارح. شوف اليوم نحكيو على ايوب الكعبي، دونك انا عندي ما نحكي على حكايه الامور الفنيه نتاع اللاعبين المغاربه، لانه معظم اللاعبين المغاربه راهم متكونين في اوروبا، عكس لاعبين اللي هما ممكن يلعبوا في تونس ويتكونوا في تونس ومن بعد يمشيوا. عندنا لاعبين ما يلعبوا في مستويات طايحه برشا،
انا نحكي على لاعبين المغرب اللي متكورين في نوادي كبيره واللي وصلوا لمستوى عالي جدا معناها في نوادي كبيره ياسر. دونك هذا الفرق بعد وقت نحكيو على دياز يلعب في ريال مدريد اليوم، معناها نحكيو على نيفو اخر، معناها مرابط في مانشستر يونايتد، معناتها ماناش نحكيو على معظم نتاع اللاعبين متكونين. وهنا عديد معناها ممكن المغاربه اللي هاجروا لبرا لاوروبا واللي هما اولادهم معناها تكونوا وعاشوا في اسبانيا ولا في بلدان اخرى، الاكثر بلد اللي هو اسبانيا، وتكونوا في جمعيات كبيره وفورمي بالكدا وعلى ذاك نجحوا. احنا ممكن عنا توا في الاعوام الاخرى اللي ولا عنا ولينا نجيبوا في اللاعبين اللي هما تكونوا في فرنسا ولا لعبوا في جمعيات، من قبل نستناو في اللاعب اللي يبرز في البطوله التونسيه انه باش يمشي لاوروبا وينجح ونعاودوا نجيبوه. واحنا عندنا مشاكل انه اللاعب التونسي يمشي في تجربه احترافيه ما يلقاش روحه معناها، لانه تتبدل عليه النيوتريسيون، يتبدل عليه ليجين دو في، النظام، الديسيبلين، كل يتبدل عليه، ما ينجحش في تجربته الاوروبيه. لا بالنسبه للاعبين المغرب عكس هذا. ولكن اليوم ليكزامبل يجينا من ايوب الكعبي. ايوب الكعبي اللي هو كان اليوم في 30 سنه، المسيره نتاعو راهي ماهيش مسيره على مستوى عالي، معناها نلقاو اللاعب هذايا ممكن لعب في البركان ومن بعد مشى للصين، من بعد رجع للوداد، عاود للصين، عاود رجع للوداد، مشى لعب في تجربه في تركيا، ثم مشى للسد، ومن السد مشى لأولمبياكوس. هنا نقف لحظه برك، خلينا نفسروا للمشاهدين والمتابعين. راهو كي يلعب في تركيا كان يلعب في هاتاي سبور، كان لاباس بيه منع من الزلزال. الزلزال اللي صار في تركيا منع منه اضطراريا، مشى خرج للسد القطري يعني، وبعدك مشى بعد اولمبياكوس، بعد مشى معناتها فهمت الباركور اللي عام. اليوم وقت اللي نحكي لك على المسيره نتاعو صحيح مع احترامنا لنادي الوداد ولا بركان ولا كيف نادي السد، ولكن ماهوش المستوى العالي نتاع اوروبا. هنا اليوم مشى البطوله يونانيه، صحيح بطوله يونانيه ماهيش البطولات الكبيره اللي في اوروبا، ولكن اليوم نحكيو على نهائي اوروبي. ايوب الكعبي كان حاسم في كونفرنس ليج، شفنا مورينيو وقت اللي فاز بالكونفرنس ليج الفرحه العارمه اللي شيخ بها مورينيو معناها. دونك اليوم مهم انه اليوم في مسيرته هو في 30 سنه، ونحب نعدي ميساج انه ما تيأسش طونك ما زلت تلعب وقادر انك تعطي، راك ديما عندك طموحات انك انت باش تعمل تجربه ما خير. معناها توا اليوم احنا لو فرضنا نجي نسالك سؤال انا مثلا نقولوا احنا يوسف المساكني عمره 30 سنه، كنت تتوقع انه باش يمشي لاوروبا؟ احنا الناس الكل قلنا انه علاش من الاول بالكل وقت اللي يوسف طالع علاش مشى القطر ما مشاش يوسف، معناها كان ينجم يعمل تجربه فلتة كبيره كرويه، كان ينجم يمشي لاوروبا. ولكن معناها يوسف كان جاء في يوم من الايام كان قادر انه يزدى كيف يمشي يحترف في اوروبا. والمثال قدامنا انه معناها ايوب الكعبي كان حاسم في الاولمبياكوس في دوري المؤتمر الاوروبي. معناها اليوم حتى العمر كي يكبر نتاع اللاعبين ما تيأسوش. بطلت كوره عربي بطلت 31 انا عندي يعني قرار طبي. واضح. اما ليه برشا لاعبين بطلوا راهو بكري كوره، برشا لاعبين فلتة بطلوا كوره، حتى وجدي راهو بطل نتذكر بكري. بون اسال علاش بالك حتى عنده كيف صحيح اليوم شتاو توجع ولا حاجه. حتى محمد سليتي بطل في 30 ولا 31. التكوين تاعنا كله صحيح. التكوين صحيح. ليه معناها حتى الانفراستركتور راهو تنجم الركبه راهو من الانفراستركتور من التيرانات اللي عندنا راهو. احنا قبل الترتون تاع فكرتو كياس اللي بن محمد تطيح فيه معناها طلع في الكياس هذايا في الكونكاساج افضل من الترتون اللي عملوه في الجينيراسيون الاولى هذاك معناها يسقط اللاعبيه وهذاك يضر برشا توا بون تبدلت ولاو معناها برشا دراسات على الترتون وكل شيء. اما قبل لك الترتون يجي يصبوها فرشه واحده هذاك وفي الكونكاساج الترانسبارون فهمت كان يضر برشا. عبد الستار ايوب الكعبي اللي حكينا عليه شو عملته والباركور اللي عمله والمنتخب عيط له فرض روح و2018 لعب في روسيا مع المنتخب المغربي، ولكن من بعد ما شفناش. ولكن ديرنييرمون فرض روحه كاساسي، يعني حتى في لي دو ماتش ميكول اللي لعبوا الاخرانيين ايوب الكعبي كان متواجد في المنتخب كاساسي ولعب وقاعد يعمل عليه معناتها الناخب الوطني في البريود هذايا. الحقيقه يستحق اليوم اللاعب اللي يلعب في مستوى عالي ويكون بيرفورمون ويكون يسجل ويكون ديسيزيف معناها في مستوى نهائي اوروبي يستحق انه يكون متواجد في المنتخب المغربي. اليوم ايوب الكعبي هز مع الاولمبياكوس، زياش هز مع جالاتا سراي، حكيمي هز دوبلي مع بي جي، عدلي هز دوبلي مع باير ليفركوزن، سفير رحيمي هز مع الشامبيونز ليج الاسيويه، سفير مرابط هز كاس انجلترا، بونو هز كبطوله سعوديه، ابراهيم دياز يلعب في نادي الشامبيونز ليج نهار السبت، رياض سليم اللي هو مغربي هز مع الاهلي المصري. هذوما
ايشانتيوناج من بعض اللاعبين المغاربه اللي هزوا تيتروات سنه مع فرقهم، وتيتروات مهمين جدا عربي. اي من براتيكمون نفس اللاعبين اللي معنا برزوا في كاس العالم هذوما معنا برشا. فما الرحيمي ما لعبش، الكعبي ما لعبش، ابراهيم دياز فما مثلا مرابط لعب، حكيم يلعب، زياد يلعب، بونو لعب، وكيما زيش وكيما يلعبوا هذوما، كيما بونو كيما برشا ملاعبيه معنا كانوا حطوا بصمه نتاعهم في كاس العالم اللي وصلوا دومي فينال اللي هي حاجه مش سهله. دونك سي نورمال باش تلقاهم في افضل النوادي الاوروبيه. هذاك الفرق معناها كي المنتخب يمشي لبعيد راهو معناها لاعبين ويمشوا لبعيد، معناها امر عادي انك باش تشوف الملاعبيه تلعب في افضل النوادي، في افضل النوادي سي نورمال باش تلقاها متوجه من بعد. دونك اليوم ملاعبيه المغاربه كل مفرقين في افضل النوادي الاوروبيه كل، وهذه حاجه ممتازه. راهو شوف راهو المغاربه من قديم الزمان هذيك الحاجه بها. حتى الملاعبيه اللي جونا لتونس قبل معناها ملاعبيه دو كاليتي. تحكي على بيضوضان وبوشروان وبوشروان كيما كاماتشو وبدراوي اللي ترجل بدراوي. راهو ملاعبيه معناها المغربي يفوتنا في الكاليتي تكنيك معناها حتى في الرابيديتي معناها في لي كونديسيون فيزيك نتاعو باهيين برشا. ملاعبيه كيما قال كوتش متكونين. فما كاماتشو فما بوشروان زاد بوشروان اي كاماتشو في النادي الافريقي معناها فما لاعبين ممتازين لاعبيه معناها على مستوى عالي وخليوا الامبرانت نتاعهم. نعطيكم ستاتستيك 9 لاعبين مغاربه توجوا بلقب اوروبي على الاقل في اخر 10 سنين. هما الحكيمي زياش، منير حداد، بونو، نصيري، الكعبي، نصيري مرة أخرى، برقوق، وأجراد لعب ويست هام عملاول توج ببطولة المؤتمر الأوروبي. يعني تعرف نعطيك ستاتستيك نتاع اللاعبين المغاربه قداش توجوا. هذا هو اللي قلت لك قبيله انا التكوين نتاعهم وقت اللي يكون تكوين معناتها لا ماجوريتي في اوروبا ويلعبوا في فرق كبيره، فرق تلعب على تتويجات اوروبيه. هذا اللي يخلق الفارق ما بين اللاعب العادي واللاعب معناتها اللي معناتها ماهوش عادي ويكون عنده معناها مستوى كبير. احنا اليوم ما زلنا الحقيقه بعاد عن المستوى اللي وصل له المنتخب المغربي واللي زاد معناها نحكي لك اللي وصل المغرب باش توصل لنصف نهائي مونديال هو قيمه اللاعبين وقيمه النوادي اللي يلعبوا فيها. لانه المنتخب المغربي كما جاش عنده الزاد الكبير هذايا البشري نتاع اللاعبين والقيمه الفنيه والنوادي الكبيره اللي يلعبوا فيها ما يقدرش يوصل للنصف النهائي مع لاتوش اللي اعطاها المدرب في المونديال اي سورتو معناها لا كومباسيتي نتاع البلوك ايكيب وكل شيء. دونك هذا اللي خلى المنتخب المغربي يكون بيرفورمون. دونك سميت تنسيري مرتين هو نحكي على يوسف العربي اللي مع اساس الحقيقه كي تسمي هكايا والله حاجه تفرح وقت اللي اليوم خاطر هذوما راهو حتى كانوا هم يحلوا بيبان للناس الكل، يحلوا بيبان القيمه الفنيه نتاع اللاعب المغربي. مش نحكي على المغربي على البلد، على اللاعب المغاربي بلوتو تونس والجزائر. دونك فما لا كاليتي موجوده كي سوسوا واحنا تختلف لي ميثود دو ترافاي. واحنا من اقوى المدارس في التكوين نتاع الشبان نحكيو النظري معناها عندنا من احسن المكونين ولكن راهو مش تيوريك حتى براتيك عندنا. ولكن انت وقت اللي تجيني انت ما فماش انفراستركتور، وقت اللي انت تدرب اللاعب في ربع تيران راهو فما نوادي راهو ربع تيران يترينا موجودين ربع تيران راهو شتر تيران ممكن هذا انجاز كي يخلط على شتر تيران. وقت اللي يبدا ما فماش الكور ما فماش الماتريال نتاع ترافاي فيزيك ما فماش معناتها الامور العلميه ما فماش كل ما عندوش بريباراتور فيزيك في جمعيات او في الناسيونال دونك باش تحكي لي على تكوين وتحكي لي على كل شيء. قبل نتعداو للفقره اللي بعدها، تعرف شكون في تونس السنه توج لبرا؟ اعطيني لاعب في تونس توج لبرا تونسي توج مع نادي مثلا في شامبيون برا، واحد فقط هو توج مع نادي ببطوله بطوله مجريه هو محمد علي بن رمضان في اوروبا خاطر علي معلول توج مع الاهلي لكن في اوروبا في اوروبا محمد علي بن رمضان هو اللاعب الوحيد في اوروبا اللي توج يعني مع فريق فينا باروشا المجري. يعني باش تعرف احنا تونس وين والمغرب وين. محمد علي بن رمضان معنا احنا مصنفينه كافضل متوسط ميدان في تونس صحيح في البطوله التونسيه. دونك معناها شوف معناها كي مشي ما مشيش معناها حتى كبيرة. فريق فرنسي كبير ولا معناها فريق الماني كبير. هو بوتيتر سان شويه اللي مشي يقول لك غادي كان نستانس بشويه بعديك نبدل، لكن حتى معنا في فترات قعد شويه على البنك وبعديك يدخل وبعديك عاود رجع فك بلاصتو. لكن انا حاجه باهيه فرحانين به غاديك فرحانين به. كانت عنده مشاكل نوعا ما بعد كاس افريقيا ولا يلعب دليل من اللاعبين اللي نجم ينجح وينجم يحط ثقه في اوروبا خاطر نظيف ومعناه لا مونتاليتي نتاعو معناه يحب يوصل